هيا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ انا زينب شحاتة. لو اول مرة تشوفوني متنسوش تشتركوا في القناة. وصفة النهاردة بقى وهي اللازانيا. هنعمل النهاردة اللازانيا بطريقة حلوة جدا. هنطلع اللازانيا مستوية كده وطرية، وكمان الطبقات اللي بينها كريمية كده وحلوة. بين كل طبقة والتانية صوص كده من البشاميل واللحمة. حقيقي طعمها حلو قوي. وكمان اللازانيا احنا وصفة مش بنعملها كتير، فلما نعملها كده نحس ان احنا يعني تعبنا عليها، وطعمها كده يبقى حلو وتستاهل التعب بجد. فهي حقيقة خطيرة وطعمها تحفة. اول حاجة هنعمل صوص البولونيز او اللحمة بتاعتها. صوص اللحمة معايا 3 معالق كبار من الزيت او اي مادة دهنية. وبعدين معايا نص كيلو من اللحم المفروم، 500 جرام. بعد ما الزيت يسخن كده هحط عليه بقى اللحمة تاخد صدمة كده او تاخد لون من على جنب، وبعدين اقلبها على الجنب التاني تاخد الكراست كده واللون والتحميرة دي، وبعدين نقلبها على الجنب التاني. الحركة دي بتخلي اللحمة، بتقوي طعم اللحمة وبتخليه طعمها حلو قوي، يعني بتخلي اللحمة طعمها حلو قوي اكتر من ان احنا نحط البصل وبعدين اللحمة عليه. لا كده بتخلي اللحمة طعمها حلو قوي. بعد بقى ما تاخد لون من على الجنب التاني كده، هبدأ افتتها بشوكة بقى، بمعلقة، بأي حاجة معاكو. فتتوها كده. وبعدين بقى هنزل بالتوابل، نص معلقة صغيرة من الملح والفلفل الاسود وتوم باودر وبصل باودر والبابريكا والبهارات المشكلة، وكمان روزماري. ممكن كمان تحطوا زعتر، بتبقى حلوة قوي. هي دي التوابل بتاعتنا. ممكن تحطوا نعناع مجفف. وبعدين اقلبها، وبعدين بقى معايا معلقه كبيره كده من الصلصه، هشوحها كده مع اللحمه. وبعدين هضيف معلقه صغيره او يعني 3 فصوص ثوم مفروم. الثوم بيخلي طعمها حلو قوي، يعني هيخلي معانا صوص اللحمه كده طعمه حلو وغني. هحط بقى بصلتين، 2 بصل كده مفرومه، مش مفرومه ناعمه قوي، بس يعني تكون مفرومه فرمه متوسطه. هما 2 بصلة كبيرة، ممكن تقللوا براحتكم او ممكن تزودوا برضو. كمان ضفت جزرة مبشورة كبيرة، الجزر اختياري. وضفت 2 فلفل حار. ممكن تضيفوا فلفل رومي، يعني حسب الرغبة. معايا كمان نص كيلو من عصير الطماطم. ده مش عصير طماطم فريش، دي طماطم يعني انا آم، مخليها صلصة كده مسبكاها. هنزل بيها دي نص كيلو، وعليها كده حوالي كوباية من المية. مش عاوزين نكتر السوائل فيها قوي عشان يعني ما تبقاش مميمية معانا، بس هي دي يا دوب تستوي. احطها بقى على نار هادية حوالي ساعة، وبعدين هنشوفها بعدين. هعمل بقى صوص البشاميل. معايا معلقتين من الزيت، وبعدين معايا 3 معالق كبار من الزبدة. هقلبهم كده مع بعض، وبعدين هحط 5 معالق كبيرة من الدقيق. لكل معلقة زبدة او لكل معلقة مادة دهنية معلقة دقيق. نستناه كده لحد ما يغلي معانا ونحس ان هو استوى. هننزل بقى بالحليب. انا معايا 4 كوبايات من الحليب، بس انا كمان يعني خليتهم 4 كوبايات لان انا هضيف دي مرقة لحمة او فراخ المتوفرة عندكم. طب مش موجودة خلاص ضيفوا 5 كوبايات من اللبن، من 5 ل6 كوبايات براحتكم. وضيفوا بقى مكعب مرق. انا كانت عندي مرقة لحمة، ف يعني زودتها على البشاميل عشان انا بحبها بالمرقة قوي. بيكون طعمه حلو قوي اكتر من لبن، يعني لبن بس. وكمان ضفت معلقة صغيرة من الملح وربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. والبشاميل كان جاهز معانا. بعد ما يعني يغلي كده بطفي عليه،
وده صوص اللحمة بعد ما خلص. بصوا صوص البشاميل بقى خفيف بس مش سايل قوي، وكمان اخف من صوص البشاميل بتاع المكرونة البشاميل العادية. وده صوص اللحمة، الطماطم يعني نشفت كده واستوت مع اللحمة، وبقت طعمها حلو، وكمان يعني لونها كده بقى حلو قوي. دي نوع اللازانيا اللي عندي. انا جبت اللازانيا مش بتحتاج يعني تتسلق قبلها ولا حاجة، هي سريعة كده، يعني بنحطها بتستوي في الفرن. هتلاقوا العلبة مكتوب عليها. اول حاجة بقى بنضيف طبقة من صوص اللحمة، طبقة بسيطة كده مش كتير، وبعدين طبقة بقى من البشاميل، وبعدين بمعلقة كده هبدأ اسويهم. وفي نفس الوقت انا بدخل صوص البشاميل مع صوص اللحمة، بس مش بخلطهم قوي يعني. وبعدين بقى هبدأ اضيف يعني شرايح اللازانيا. انا اللازانيا يعني بحطها حرف او طرف التانية على طرف التانية، يعني مش برصهم كده جنب بعض، لا بركب الاطراف على بعض كده. والحتة اللي هلاقيها يعني يعني متحطتش عليها بكسر حتة كده واكملها. المهم اغطي الطبقة كلها، ومن فوق بقى بحط طبقة كمان من اللحمة دي. هنوزعها كويس ونوصل الاطراف كده عشان الاطراف ما تبقاش معانا ناشفة. وبعدين كمان طبقة من البشاميل. بصوا البشاميل يعني بيتفرد معانا كده، مش خفيف بينزل مننا ولا تقيل صعب الفرد، لا هو سهل جدا، والقوام بتاعه تحفة. يعني هحاول بقى اوزعهم كده، وبعدين هضيف طبقة اللازانيا برضو. الطبقات عدد الطبقات براحتكم، بس يعني انا عملت حوالي 6 طبقات. ما تحاولوش تقللوا قوي في عدد الطبقات، عشان لما تيجي تقطعوها كده تبقى يعني باينه طبقات كده، ويعني يبقى شكلها حلو كمان في التقديم. في كل مره بقى هضيف نفس اللي احنا ضفناه، اللحمه وكمان صوص البشاميل. ممكن تضيفوا مع كل طبقه جبنه، بس انا ما عملتش كده، يعني ضفت مره واحده بس جبنه، اي نوع جبنه. ممكن جبنه شيدر، جبنه موتزاريلا، يعني الجبنه المتوفره عندكم. انا ضفت مره واحده بس بين الطبقات، وضفت على الوش واكتفيت بكده يعني بكميه الجبنه بس. وكمان ضفت جبنه موتزاريلا، يعني النوع اللي ضفته جبنه موتزاريلا. وهبدا بقى احط تاني شرايح اللازانيا كده. كل ما هنعلى بالطبقات هنحس ان يعني الطبقه بتوسع مننا عادي، يعني ما تسيبوش حته فاضيه ما تحطوش فيها، لا املوها كلها، يعني كسروها كده وحطوها كلها. اخر طبقة كده بحط بقى صوص اللحمة برضو، بس مش كتير قوي زي بين الطبقات كده. وبعدين بحط طبقة البشاميل كده، ببدأ اوزعها بسيط، يعني اخلط لون الصلصة مع لون البشاميل كده، بس عشان لما تدخل فرن تطلع معانا لون حلو. وبعدين بقى من على الوش جبنة موتزاريلا كده، عاوزين تكتروا بقى يعني براحتكم عادي. بس وهدخلها الفرن. اخدت معايا ساعة، من 50 دقيقة لساعة. ممكن بعد 45 دقيقة تدخلوا كده خلة، لما تدخل معاكم بسهولة يبقى هي كده استوت خلاص.
وبعدين بتولعوا الشوايه بس تاخد لون، الوش بتاعها ياخد لون. بصوا بتتقطع معايا بسهوله جدا، ما يعني مش ناشفه خالص، ولا حته ناشفه ولا حته مستويه، لا كلها مستويه وزي بعض. بصوا كريميه ازاي، والوش بتاعها حلو جدا. وبعدين كمان انا قطعتها وطلعتها كده من الصينيه بتاعتها بعد حوالي نص ساعه تبرد خالص عشان تطلع معاكم قطع كده وسليمه. حقيقي طعمها تحفه، طعمها حلو قوي، وعملتوها هتبقى مميزه كده ويعني تغيير. ولو عجبتكم الوصفه متنسوش اللايك والاشتراك. باي باي.